السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصالحات، وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات. اليوم الجمعة، والمؤمن الذي يحرص على تحقيق مطالبه واستجابة دعائه لا يغفل عن يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم، فضائله لعلنا نفرد بها إن شاء الله بحثا آخر ومحاضرة أخرى، لكن من جميل فضائل هذا اليوم العظيم استجابة الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة. وأنا كررت هذا الكلام كثيرا، لكن لأنني أحب لإخواني وأخواتي أن يستثمروا هذا الفضل وأن يستغلوا هذه الساعة المباركة وأن يستودعوا الله فيها مطالبهم وحاجاتهم. آخر ساعة من يوم الجمعة ساعة عظيمة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا من أمر الدنيا إلا أعطاه الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المطلوب أن أستثمر هذه الساعة. كيف أستثمرها؟ الأمر سهل. إن كنت من أهل الجلد فافعل كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم، أن تفرغ نفسك من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، ولا تسمح لأحد أن يقطع عليك خلوتك مع الله. اجلس في مسجد لوحدك، اجلسي في غرفتك، اجلس في سيارتك بعيدا، واشرع بالذكر والحمد والثناء، وتحديدا ركز على الاستغفار: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الذنوب قد تحجب المطالب، فلما تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيل الذنوب ثم ينزل بعد ذلك عليك الأرزاق. استغفار والحوقلة، أن تتبرأ من حولك وقوتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا ربي إني أبرأ إليك من حولي وقوتي. يا ربي لا قدرة لي على أي أمر من الأمور إلا بك يا الله. والله يحب لعبده أن يستسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وادعو، نوع ما بين الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. لكن يا إخواني، أهم شيء في ذلك اليقين وحسن الظن والاستشعار والاستبشار، أن تستشعر وجود الله وأن تستبشر بعطايا الرب. لا تدخل على الله بالقلق والخوف والاضطراب. يعني الآن نحن لازلنا في بداية النهار تقريبا. المطلوب أن تستجمع المطالب ثم تدخل بها على الله، تكلم الله بها وأنت منشرح الصدر، سعيد، فرحان، عندك كامل حسن الظن بالله، عندك اليقين إنه الله لن يردني خائبا. واجلس واستمر على هذا الأمر حتى يؤذن المؤذن. إن لم تستطع فإياك ثم إياك أن تضيع على نفسك آخر ساعة بالضبط قبل أذان المغرب بساعة. أخلو بربك واطلبه واسأله، والله لن يردك بإذن الله. اتهم، إذا لم تجد الاستجابة فاتهم نفسك، ربما أنك لم تحسن الدخول على الله سبحانه وتعالى. اطلب منه باليقين، اطلب منه بالاستبشار، ادخل عليه بكامل افتقارك واضطرارك. قل له كلمه بلغتك أنت: يا ربي أنا أريد كذا وأريد كذا.
واستشعر هذا القرب، واستشعر هذه المعية، أن الله معك، وأنه قريب منك، وأنه وعدك بالاستجابة. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المتشككون هؤلاء أكثر الناس حرمانا في موضوع الدعاء، يدعو 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 لكنه متشكك، والله ما بعرف، ممكن استجيب، ممكن ربما، يعني فهذه الشكوك تقطع عليك حبل المدد الإلهي، أن يمدك الله بنصره وتمكينه ورزقه وتوفيقه. صدقوني يا إخواني وأخواتي، لو أردت أن أكتب كتابا كاملا بالقصص، لا أقول التي قرأتها، أنا لا أحب هذا الأسلوب، إنه قرأت لكم قصة أو رحت على أحد هالمنتديات على هالسوشيال ميديا وجبت لكم قصة أقول حصل كذا، أنا لا أحب هذا، لا. ولا أقول قرأت في كتاب مثلا الفرج بعد الشدة لقاضي التنوخي، لا. أنا أقول لكم لو أردت أن أكتب كتابا كاملا أسميها معجزات آخر ساعة من يوم الجمعة، لكتبت فيما وقفت عليه أنا وفيما يتواصل فيه إخواني وأخواتي، مئات. طيب هؤلاء المئات تحققت مطالبهم، ولماذا لم يتحقق مطلبك أنت؟ يعني لماذا الله لا يريد أن يعطيك أنت؟ فتش عن الخلل في نفسك، ابحث عن هذا الخلل في نفسك. ربما أنه أنا أطلب من الله وأنا في حالة اللهو وفي حالة التشكك وفي حالة السرحان والشتات. الله يريد منك أن تكون له، كن لله وحده يكن لك بعطائه إن شاء الله. كن لله، يحبهم ويحبون، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال لك اطلب مني وأنا سأعطيك. أنت قل يا ربي أنا عبد من عبادك أحتاج إلى الرزق ولا رزاق إلا أنت، أنا أمة أحتاج إلى زوج صالح ولا أحد يملك مفاتيح الزوج الصالح إلا أنت يا رب العالمين. كلموا إخواني، أنا لا أحب كلمة جربوا، هذا خطأ، لكن ما الذي يمنعك أن تفعل؟ لماذا يعيش الإنسان حياته في حالة حرمان وفي حالة شكوى وفي حالة ألم؟ يا أخي والله الطريق عندك. أنا يعجبني أحدهم قال أنت في حفرة، دائما المهموم يشعر نفسه أنه ساقط في بئر، في حفرة أو بئر من الهم والغم، وعندك سلم موجود، سلم، وفي واحد ماد إيده إليك يقول خذ بيدي، أنت لا، لماذا تأخذ بيده؟ لا، أطلع على السلم. أنت ما دمت تشعر بهم وغم وقلق، وأنا أريد زواج، أنا أريد مال، أنا أريد كذا، وتشكو للناس، وحتى في تغريداتك يظهر عليك الأسى، ماشي، لماذا هذا؟ هذه الأشياء لماذا لم تقلها لله؟ لماذا لم تصعد على سلم الترقي للوصول إلى العطاءات الإلهية؟ ليش تنتظر حياتك كلها في القلق والتعب والهم والشقاء والبكاء والحل بين يديك؟ أن تجلس مع الله وأن تكلم الله، يعني ارفع الملف إلى الله. اليوم جمعة، وبعد ساعات لا ندري، يعني بعد ساعات طويلة سيدخل علينا العصر. الآن ارسم مستقبلك، وارسمي أنت مستقبلك بهالوقت اللي ما بين العصر للمغرب. خلاص أنت بترسم مستقبل الآن، أريد كذا وأريد اطلب ما تشاء، هو كريم، هو رزاق، يقول لك اطلبني. فأنت هذا الوقت اجعله
يعني الله ماذا يريد من دعائك؟ الله ما يستفيد من عبادتك شيء. أنت محتاج إلى الله، اطلبه. أمن مستقبلك ومستقبل أبنائك مع الله، أمن مستقبلك مع الله بهالساعة الجميلة هاي. يا سيدي لا تستطيع من العصر المغرب تقول والله طويلة، مع أنه الشيطان يطولها علينا، ولا والله مستعدين ننتظر لأجل مباراة ننتظر 5 و6 ساعات، ويأتون إلى المدرجات قبل يعني المباراة ب4 و5 ساعات وساعة، ثم بعد ذلك أكثر من 2.5 ساعة مباراة، وبعد ذلك من باب ماذا؟ أقول لك والله بدي أستمتع، هو دافع فلوس. الله لا يريد منك مالا. أمن مستقبلك أنت، مستقبل أبنائك. ألا تريدين زوجا؟ ألا تريد ولدا؟ ألا تريد مالا؟ هذه الساعة لا تتركوها اليوم، لا تتركوا هذه الساعة، ادخلوا على الله وكلموه وأبشروا بالخير إن شاء الله. الله يرضى عنا وعنكم.